وفي ليلة واحدة محمد علي خلص على قادة المماليك كلهم تقريبا. بعد ما خلص محمد علي من صراع المماليك بمذبحة القلعة، الدنيا ما هدتش خالص، بالعكس دي كانت بداية مرحلة جديدة. محمد علي ما كانش شايف نفسه مجرد ولي صغير، لا، ده كان شايف إن هو يقدر يبني إمبراطورية كبيرة. أول اختبار لمحمد علي كان في شبه الجزيرة العربية، لما الوهابيين سيطروا على مكة والمدينة وهدموا هيبة السلطان العثماني. السلطان بعت لمحمد علي عشان يتدخل. محمد علي ما صدق الفرصة دي تجيله أساسا، علشان بس يثبت إن هو مش مجرد تابع، وقام باعت الجيش بقيادة ابنه توسون باشا. الجيش اتحرك من السويس وركب السفن واتحرك عن طريق البحر الأحمر. ابتدى المشهد يتغير هنا، صحراء واسعة على مد البصر ودرجة حرارة عالية جدا، والقبائل كانت بتهاجمهم وتختفي زي الأشباح. الحقيقة المهمة دي كانت صعبة على توسون، بس هو قدر يكسب شوية معارك وخسر شوية زيه. وفي وسط الكلام ده توسون باشا جاله مرض أدى لموته. بس الحكاية ما خلصتش كده، محمد علي بعت ابنه التاني إبراهيم باشا. في الحقيقة إبراهيم كان مختلف جدا عن أخوه، كان عارف يعني إيه يحاصر المدينة ويضرب بالمدافع في الوقت الصح. وفي سنة 1818 قدر يدخل الدرعية عاصمة الوهابيين وهدمها. الناس هناك اتصدمت، مدينة كاملة اتمحت في أسبوعين. وفي اللحظة دي كل عرف إن إبراهيم باشا مش مجرد قائد عادي. بعد الانتصار ده محمد علي بص يمة الجنة، وكان عينه على حاجتين بس. أول حاجة كان دهب النوبة، تاني حاجة كانت الرجالة اللي تقدر تخدم في الجيش الجديد. قرر محمد علي يبعت ابنه التاني إسماعيل. الجيش المصري نزل من القاهرة وعدى أسوان ودخل أراضي جديدة، بس كان في مشاكل كتير قابلته زي الغابات والحمى والناموس ودرجات الحرارة العالية. وفي الحقيقة عدد كبير جدا مات من الجنود قبل ما يقابلوا أي حاجة. لكن في الآخر قدروا يسيطروا على دنقلة وصنعاء، وقدر يخضع شمال السودان، وده فتح باب جديد لمحمد علي من أرض جديدة وموارد أكتر. في الفترة القصيرة دي كان محمد علي قدر يعمل كمية إصلاحات كبيرة وبناء للدولة من أول وجديد، وقدر يعمل جيش حديث بنظام أوروبي مش مجرد ميليشيات، ودخل نظام التجنيد الإجباري، غير إن هو بدأ يبني مصانع للسلاح. ده غير كمان إن هو اهتم بالتعليم وبعت بعثات طلابية لفرنسا وجاب مترجمين ينقلوا العلوم الغربية كلها. غير إن في 1820 عمل مطبعة بولاد اللي بدأت تطبع كتب علمية ودينية. حتى الزراعة طور منها، غير كمان إن هو بنى مصانع للغزل والنسيج. فهو فعلا عمل إصلاحات كتير وطور من مصر. بعد نجاح حملة السودان بفترة قصيرة، اليونانيين عملوا ثورة على الدولة العثمانية، والسلطان العثماني بعت لمحمد علي وقال له ساعدني وفي المقابل هديك جزيرة كريت. محمد علي بعت إبراهيم باشا بأسطول بحري، وبالفعل كان على وشك إن هو ينهي الثورة خالص. لكن أوروبا ما كانتش ساكتة، لأن بريطانيا وفرنسا وروسيا كانوا مستغربين من اللي بيحصل أساسا، وإزاي شخص زي محمد علي بيكبر بالشكل الكبير ده. وكالعادة اتحدوا كلهم ضد محمد علي في معركة نافارين سنة 1827. أساطيل أوروبا دخلت على الأسطول المصري وقدرت في يوم واحد بس تغرقه، والدخان غطى البحر، وصوت المدافع نفسه كان عالي جدا لدرجة إن كل الناس كانت عارفة إن خلاص أسطول محمد علي انتهى. الحقيقة محمد علي ما كانش راضي باللي حصل،